تخيل حد بيقولها بفخر: أنا بقالي 12 سنة في نفس الشركة، في نفس الوظيفة، على نفس المكتب. في ودنك شكلها استقرار، بس لو ركزت ثانية هتسأل نفسك: هو استقرار ولا جمود؟ ثبات ولا تآكل بطيء؟ وفي الناحية التانية واحد تاني كل سنة في شركة، وكل سنتين في اندستري مختلف، ويقولك أنا بحب التحديات. هو طموح ولا تايه وبيهرب من أي مواجهة؟ مش كل استقرار فضيلة، ومش كل تنقل طموح. هحكي لك عن عمرو وسارة، اتنين شغالين في نفس السوق، بس كل واحد فيهم اختار طريق على الآخر خالص. المشهد الأول، شهادة ال 12 سنة. عمرو وهو قاعد على مكتبه، مديره نداه: تعالى يا عمرو، عايزين نكرمك قدام التيم. يقوم يدخل قاعة الاجتماعات، يلاقي كيكة صغيرة وشهادة مكتوب عليها: تقديراً ل 12 سنة من العطاء والاستقرار الوظيفي. الناس تسقف، حد يهزر يقول: ده انت جزء من الفرش يا عمرو. حد تاني يقول: احنا لما دخلنا الشركة لقينا عمرو موجود قبل الكرسي. عمرو يضحك، ياخد الشهادة ويتصور مع المدير. بس وهو راجع على مكتبه، بص الكرسي القديم وللبي سي اللي اتغير 3 مرات، وقال في سره جملة محدش سمعها: طب يا عمرو، انت فعلا مستقر ولا متحنط وظيفيا؟ المشهد التاني، نفس اليوم بيتكرر. يوم عمرو شبه امبارح، شبه من 5 سنين. يمسك نفس النوع من الفايلات، يتعامل مع نفس نوعية العملاء، يستخدم نفس التولز، يفتح نفس الشيتس اللي بس اتغير فيها التاريخ. الوحيد اللي بيتغير هو التاريخ على الحيطة. الجدد اللي بيدخلوا التيم بيعرفوا تولز ما يعرفهاش، بيتكلموا مصطلحات هو لسه مش حاسسها: اوتوميشن، اي اي، داتا، حاجات كده. هو شاطر في شغله، بس الشطارة دي بقت محصورة في مربع واحد: اللي اتعود عليه. في آخر اليوم يفتح لينكد إن ويلاقي إعلانات وظائف: 5 سنين خبرة وسكيلز 1 2 3. يبص على نفسه، يكتشف إن نص المهارات دي مش عنده، مع إنه عنده أكتر من ضعف عدد السنين المطلوبة. يحس بحرقان بسيط جواه: هو أنا فعلا عندي 12 سنة خبرة، ولا عندي سنة واحدة متكررة 12 مرة؟ المشهد الثالث، الكافيه ومواجهة الحقيقة. عمرو قاعد مع صاحبه القديم شادي. شادي: يا عم انت مالكش حل، 12 سنة في نفس الشركة، استقرار يحسدك عليه أي حد، الناس بره بتتنطط من شركة لشركة. عمرو: استقرار ولا خوفي من إني أبتدي من الأول؟ بصراحة يا شادي، حاسس إني مركون مش مستقر. شادي: بس انت أمانك هنا، تأمين، مرتب ثابت، الناس عارفاك. عمرو: أمان ولا تحنيط؟ يعني لما أقول بعد 12 سنة أنا لسه في نفس التايتل ونفس الجوب ديسكريبشن، ده وسام شرف ولا ورقة نعي الأحلام المهنية؟ شادي سكت شوية وقال له من الآخر: بص يا عمرو، لو ال 12 سنة دول كل سنة فيهم أضفت حاجة، كبرت، اتعلمت، يبقى استقرار محترم. إنما لو 12 سنة وانت بتعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة، يبقى ده مش استقرار، ده كأنك عملت بوز على حياتك وانت فاكرها بلاي. الجملة دي خبطته في قلبه. المشهد الرابع، سارة، الطرف التاني من المعادلة. في نفس الوقت في شركة تانية، سارة قاعدة بتحدث السي في بتاعها. سارة عندها 7 سنين خبرة، بس السي في بتاعها 5 شركات. كل ما تقعد سنة ولا 2 تحس بضيق، ملل، اختلاف مع المدير. تعمل ايه؟ تقوم مقدمة استقالة. في بروفايلها على لينكدين كاتبة: بحب التحديات ومؤمنة بالتطوير المستمر. بس لما تبص جواها تلاقي حتة صغيرة عارفة الحقيقة: أنا ساعات بهرب مش بتطور. في انترفيو جديد الاتش ار تبص لها وتقول: احنا شايفين ان عندك تنقلات كتير، ليه كل فترة بتسيبي مكان؟ مش شايفين استقرار في المسار. سارة تقول الكلام الجاهز: كنت بدور على فرص أحسن، وده جزء من طموحي المهني. بس الحقيقة، في مرات سابت شغل قبل ما تحاول تحل مشكلة، قبل ما تواجه مدير، قبل ما تطلب حقها. هربت من المواجهة وسمت الهروب ده طموح. المشهد الخامس، الاستقرار ولا التنقل، فين الصح؟ سارة وعمرو اتقابلوا في كورس أونلاين. مدرب شاطر كان بيتكلم عن المسار المهني، سألهم سؤال بسيط:
كل واحد يكتب على ورقة سطرين: أنا بقيت في مكاني ليه؟ أو أنا بسيب الأماكن ليه؟ عمرو كتب: بقيت عشان خايف أبتدي من الأول وعشان الناس شايفاني مستقر. سارة كتبت: بمشي عشان أول ما اتضايق بهرب، وعشان بحب إحساس البداية الجديدة أكتر من وجع الاستمرار. المدرب قال جملة علقت في دماغ الاتنين: الاستقرار الحقيقي مش إنك تفضل قاعد، الاستقرار إنك تكبر وإنت قاعد. والتنقل الذكي مش إنك تجري كل شوية، الذكي إنك تمشي لما تحس إن مكانك ما بقاش بيعلمك حاجة جديدة. المشهد السادس: شغلنا ولا حياتنا متجمدة؟ خلينا نكون صريحين، في شركات بتربط الموظف بسلسلة اسمها الأمان الوظيفي: مرتب آخر الشهر، تأمين، شوية امتيازات، بس ولا تدريب ولا اكسبوجر ولا جروث. تسمي ده استقرار، وهو في الواقع جفاف مهني. وفي نفس الوقت في مدراء أول ما يشوف CV فيه تنقلات يقول لا ده مش ثابت، ده بيلف، وكأن اللي قاعد 15 سنة في نفس المكان هو النموذج المثالي للولاء والكفاءة، حتى لو مفيش ولا سكيل جديدة اتضافت. الحقيقة لا ده ملاك ولا ده شيطان، الموضوع أعمق من سنين على الكرسي أو عدد الشركات في CV. أسئلة واجب تتسأل لنفسك. اسأل نفسك وانت سايق أو راجع من الشغل أو قاعد لوحدك: أنا بقالي كام سنة بعمل نفس الحاجة بنفس الطريقة؟ آخر سكيل جديدة تعلمتها في شغلي كانت إمتى؟ هل بقائي هنا بيضيف لي ولا بس بيطمني؟ ولو بسيب كل شوية، هل بواجه وحاول ولا أول ما الدنيا تسخن بهرب؟ في فرق ضخم بين قعدت 12 سنة في نفس الوظيفة وكل سنة فيهم كنت بنسخة أحسن من اللي قبلها، وفي فرق بين لفيت على 6 شركات وبنيت مسار واضح كل خطوة فيه كانت نقلة لقدام مش هروب من وجع. الخلاصة: مشكلتنا إننا حولنا الاستقرار الوظيفي لهوية، وحولنا التنقل يا إما لتهمة يا إما لشعار فاضي، مع إن الصح الاستقرار أداة في إيدك تستخدمها لما المكان فعلا بيكبرك، مش قيد يشلك لمجرد إنك خايف من المجهول. والتنقل الذكي مش إنك تجري كل شوية، الذكي إنك تمشي لما تحس إن مكانك ما بقاش بيعلمك حاجة جديدة. بعض الوظائف زي البيت الأول، دافي، آمن، الناس عارفاك، بس ما يكفيش أحلامك. وبعض الفرص زي تذكرة سفر، شكلها اكسايتنج وبتحسسك إنك فري، بس مفيش قيمة حقيقية لو مش عارف رايح فين ولا راجع منين. البطولة مش إنك تقول أنا بقيت 12 سنة في نفس المكان، البطولة إنك تقدر تقول كل سنة فيهم كنت بضيف قيمة لنفسي وللناس، سواء كنت في نفس الكرسي أو على كرسي جديد. الكلمة الأخيرة: لو أنت دلوقتي في مكانك بقالك كتير، اسأل نفسك: هل أنا مستقر ولا متحنط؟ ولو أنت بتتنقل من شغل لشغل، اسأل نفسك: هل أنا طموح ولا تايه وبهرب من أي حتة تضغط عليا؟ خلي الاستقرار والتنقل الاتنين تحت رجلك مش فوق دماغك، اختيارات مش هويات، قرارات مش أحكام مؤبدة. أنا زتونة، وده كان بودكاست عن الكرسي اللي قعدنا عليه سنين والسكة اللي لسه قدامنا. لو حسيت إن الحلقة شبهك أو شبه حد تعرفه، ابعتها له، يمكن تكون أول خطوة إنه يسأل نفسه: هل أنا فعلا عندي خبرة ولا عندي سنين بس؟